المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، ومعكم فيها صلاح الدين حسين، والبدء بالعناوين. رئيس الوزراء الإيطالي يزور إريتريا. جالية الإريترية في مينيسوتا تدعم مستشفى روتا. الإريتريون في جوبا وروتردام يقومون بأنشطة دبلوماسية شعبية. توافق صيني وروسي حول دعم محادثات كوريا ونزع السلاح النووي. في اليوم العالمي للصحة العقلية، نصف الأمراض تبدأ بسن المراهقة، وارتفاع عدد قتلى فيضانات نيجيريا. أهلا بكم مشاهدينا. سيصل أسمر قبل ظهر يوم غد الجمعة 12 من أكتوبر رئيس وزراء جمهورية إيطاليا جوزيبي كونتي في زيارة عمل رسمية تستغرق يوما واحدا. وسيبحث رئيس الوزراء الإيطالي كونتي خلال زيارته لإريتريا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك مع فخامة الرئيس سياس أفورقي. هذا وسيقوم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بزيارة مماثلة لإثيوبيا. تلقى مستشفى روتا المرجعي دعما هو عبارة عن أسرة من الجالية الإريترية في مينيسوتا الأمريكية. وأفادت إدارة مستشفى روتا أن الأسرة البالغ عددها 38 سريرا بدأ استخدامها في المستشفى. وذكرت الممرضة لملم تسفاتيون من وحدة الرعاية الفائقة أن الأسرة المقدمة تعمل آليا بالطاقة الكهربائية لخدمة المرضى وإجلاسهم دون استخدام الأيدي. وقدمت شكرها لمقدمي الدعم من الجالية الإريترية في مينيسوتا. قام الإريتريون المقيمون في جوبا بجمهورية جنوب السودان وروتردام الهولندية بأنشطة دبلوماسية شعبية. وفي هذا الإطار نظمت السفارة الإريترية في جنوب السودان ورشة عمل في 7 من أكتوبر الجاري بحضور أعضاء شباب الجبهة الشعبية حول فوائد وسلبيات وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وقدمت في الورشة محاضرة حول الرسالة العامة لوسائل الإعلام وإدارة وطبيعة نظام المعلومات وفوائد المعلومات الصحيحة وإيجابيات وسلبيات المعلومات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي وأخلاقيات وقيم وسائل الإعلام وطبيعة ومهام الصحفي والتصدي للآثار المدمرة لوسائل التواصل الاجتماعي. وقال سفير إريتريا في جمهورية جنوب السودان السيد يوهانس تخلم ميكيل أن تقانة المعلومات تدفع بتطور ونماء الشعوب إذا تم استخدامها بتوازن وعدالة. وشدد بأن على المشاركين انطلاقا من هذا الفهم العمل على توظيف قوة المعلومات للدفع بالوحدة الوطنية وتطور البلاد. في غضون ذلك عقد فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في روتردام الهولندية مؤتمره في 6 من أكتوبر الجاري. أوضح قنصل إريتريا في هولندا السيد سلمون محري أن المؤتمر وسيلة لتقييم الأنشطة والأعمال والاستفادة منها للدفع بالمهام المستقبلية. ويتوقع من الفرع في ظل أجواء السلام الراهنة تقوية صفوفه. وانتخب المؤتمر الذي ألقيت فيه الكلمات التضامنية من مختلف الاتحادات انتخب هيئة إدارية للأعوام الثلاث القادمة وأصدر قرارات وتوصيات هامة. بحث مدير مديرية عدقية السيد هابتاي تسفازكي مع السكان وعمال المؤسسات الحكومية سبل تنفيذ البرامج التنموية وأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية. وأوضح أهمية الشباب المهنيين في كافة مجالات الإعمار ودور المجتمع في دعمهم وتشجيعهم وتوجيههم. وأشاد بالأنشطة الشعبية لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق التي جرفتها السيول ومساعدة أسر الشهداء. من جانبه حث مسؤول الزراعة في المديرية سيد قدي منقشة المزارعين لمواصلة الجهد في الحصاد وجمع المحصول. من جانبه دعا قائد شرطة المديرية الملازم حدقو منقستاب للتعاون مع الشرطة لإحلال الأمن والاستقرار. ودعا الاجتماع لإيجاد حل للمشكلات التي تواجه العملية التعليمية وصيانة طريق حواطو حلاب الترابي ومراقبة الحافلات التي تفرض تعرفة عالية واتخاذ الإجراءات بشأنها. دعت جمعية المكفوفين لتعزيز دور المؤسسات الشريكة وإدارات الضواحي في جهود تحسين الحياة المعيشية لأسر المكفوفين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الجمعية في 9 من أكتوبر مع إدارات القرى ومكاتب الوزارات والاتحادات الوطنية بمديرية سرجغة. ودعا المدير التنفيذي لإدارة مديرية سرجغة السيد كفل مريم قبر مسقل في الاجتماع المجتمع للقيام بدوره لإعالة المعاقين عامة والمكفوفين خاصة، مؤكدا تواصل دعم إدارة المديرية. وقال مدير الجمعية السيد كفلوم ولد جبريل أن قضية المكفوفين هي قضية المجتمع عامة وليست للجمعية وحدها، وقدم توضيحا حول أنشطة الجمعية، وأشار إلى مهام الجمعية في توفير وسائل تساعد المكفوفين في الاعتماد على أنفسهم اقتصاديا بالتعاون مع الشركاء. وقد تم العام الماضي تأهيل 150 مكفوفا في المجالات التي اختاروها، ويستمر التأهيل هذا العام بالتركيز على المرأة عبر إقامة لجنة متابعة. وتشير وثائق الجمعية إلى وجود حوالي 10,500 مكفوف في البلاد، تم تأطير 3,000 منهم في الجمعية. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم عنسبة دورة تأهيلية لمعلمي المدارس الابتدائية في كافة أرجاء الإقليم تركزت حول سبل التدريس. أوضح القائم بأعمال الفرع في الإقليم السيد محمد عمر عبد الله بأن الدورة التي استمرت في الفترة من 4 وحتى 6 من أكتوبر الجاري في مدينة كرن شارك فيها 185 معلما ومدراء مدارس ومشرفين تربويين، وحضر فيها مختلف الخبراء. وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو مساعدة المعلمين في إحداث تغيير جذري وجعل الطالب مركز العملية التعليمية، واشتملت على التدريس النظري والتطبيقي. من جهتهم ناشد المشاركون في الدورة الدفع باستمرارية مثل هذه الدورات لدورها المساعد في أنشطتهم اليومية. وألقى مسؤول التعليم الأساسي في وزارة التعليم والأستاذ إبراهيم محمد كلمة شدد فيها بأن الدارسين ينتظرهم عمل دؤوب لتنمية وبناء الطلاب يرتكزون على أساس متين وقوي مستفيدين جيدا من المعلومات المكتسبة من الدورة. نظم ضابط التعبئة والتوجيه بوزارة الدفاع دورة تأهيلية استمرت شهرين ل75 من أعضائه العاملين في مجال الفن حول الكتابة وإدارة المسرح والتمثيل والصوت والتوزيع الموسيقي والرقص. وقال مسؤول الثقافة والفنون في ضابط التعبئة والتوجيه المعنوي المقدم كبروم عند ميكائيل في مراسم التخريج التي جرت في دقة محلي في 8 من أكتوبر أن تنمية القدرات البشرية ضروري لتطوير القدرات وصقلها. من جانبه دعا قائد الضابط التعبئة والتوجيه عقيد سلمون سيون المشاركين في الدورة لتطوير المعرفة المكتسبة عبر القراءة والعمل التطبيقي. توفي أمس 10 من أكتوبر الحالي المناضل جويتومر آية جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 64 عاما. والتحق المناضل جويتوم بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975، وكان يعمل مسؤولا لقسم العمل في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي، وهو رب أسرة وأب لابن واحد. وتوارى جثمانه ثرى ظهر اليوم الخميس 11 من أكتوبر بمقبرة الشهداء بدقة محري دمبزان. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لوفاة المناضل جويتومر آية، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته وزملائه ورفاقه المناضلين. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الاجتماع الثلاثي لنواب وزراء خارجية الصين وروسيا وكوريا الشمالية الذي عقد في موسكو خرج بتوافق حول أهمية دعم محادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي هناك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ أن مسؤولي الدول الثلاث اتفقوا على ضرورة أن يكون حل قضية شبه الجزيرة الكورية سلميا وعبر الوسائل الدبلوماسية، ودعمهم للحوار بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من ناحية وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى. وأضاف كانغ إن المسؤولين في الدول الثلاث أكدوا كذلك على أهمية عقد سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. هذا وفي سياق منفصل قالت وزارة الشؤون الخارجية الروسية أن روسيا ترفض احتجاجات اليابان على انتشار
على انتشار عسكري روسي على سلسلة من الجزر المتنازع عليها في المحيط الهادي، وتحتفظ بحقها في تعزيز الأمن هناك بما تراه مناسبا. أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا سنويا بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 2018، وقد أطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة شعارا لهذا العام، وهو الشباب والصحة النفسية في عالم آخذ في التغير. وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها هذا العام أن فترة المراهقة والسنوات الأولى من سن الرشد هما مرحلتان عمريتان تطرأ فيهما العديد من التغييرات على حياة الفرد، ويمكن أن تسفر هذه المشاعر ببعض الحالات التي لا يتسنى فيها الكشف عنها وتدبيرها علاجيا عن الإصابة باعتلال نفسي. ونوه التقرير أنه بإمكان الوالدين والمعلمين مد يد العون إلى الأطفال والمراهقين في اكتساب المهارات الحياتية التي تساعدهم على التكيف مع ما يواجهونه يوميا من تحديات في المنزل والمدرسة. وأشار التقرير السنوي إلى أنه ينبغي ربط هذه الاستثمارات ببرامج أخرى معنية بإذكاء الوعي فيما بين المراهقين والشباب بشأن سبل عنايتهم بصحتهم النفسية، ومساعدة الأقران والوالدين والمعلمين على معرفة السبل الكفيلة بدعم أصدقائهم وأطفالهم وطلابهم، وهو الموضوع الذي يتمحور حوله اليوم العالمي للصحة النفسية في هذا العام. قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في نيجيريا إن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت مناطق كبيرة في وسط وجنوب البلاد بلغ 199، ليتضاعف بذلك العدد مقارنة معه قبل نحو 3 أسابيع. والفيضانات شبه السنوية التي تفاقمت بسبب سوء البنية التحتية وضعف التخطيط هي الأسوأ منذ عام 2012، عندما لقي ما لا يقل عن 363 شخصا حتفهم. وقالت الوكالة إن فيضانات هذا العام ضربت ثلث ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولاية منذ أواخر أغسطس، وأثرت على حوالي 2 مليون شخص وشردت أكثر من 560 ألفا منهم. هذا وفي إسبانيا قالت السلطات إن 10 أشخاص على الأقل بينهم بريطانيان لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت جزيرة مايوركا، وأفاضت الأنهار على ضفافها وأقرقت الشوارع والمنازل، مما أرقم السكان على الاحتماء في مركز رياضي ببلدة مناكورا القريبة. ودعت الحكومة الإقليمية إلى اجتماع طارئ، وقالت السلطات أنه تم إرسال فرق الإنقاذ ووحدات من الجيش إلى المنطقة لتقديم المساعدة. تحقق ولايتان أمريكيتان على الأقل ودولتان عضوان بالاتحاد الأوروبي في اختراق تعرضت له ألفابت الشركة الأم لجوجل، ربما يكون كشف بيانات حسابات خاصة لما لا يقل عن 500 ألف مستخدم إلى مئات من مطوري البرمجيات الخارجيين. وتأتي التحقيقات بعد إعلان جوجل أنها ستغلق نسخة المستهلكين من شبكة جوجل بلس، وستشدد سياساتها المتعلقة بمشاركة البيانات بعد اختراق من المحتمل أنه كشف بيانات المستخدمين بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني. وقالت جوجل إنه تم اكتشاف الأمر وإصلاحه في مارس في إطار مراجعة لكيفية مشاركة جوجل البيانات مع تطبيقات أخرى. وتوصلت مراجعة الشركة إلى أنه لم يستقل أي مطور برمجيات البيانات أو يسيء استخدامها. وذكرت الجهة التنظيمية لحماية البيانات في أيرلندا أنها ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من جوجل فيما يتعلق بهذا الاختراق. وفي ألمانيا قالت الجهة التنظيمية لحماية البيانات في هامبورغ أنها تبحث المسألة أيضا. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.